مع التحديث الموسم الخامس نزل معانا باكج عقود ترشيح جديد. ففي الفيديو ده هقول لك على اقوى اللعيبه في باكج العقود الترشيح اللي نزل، واستعرض لك طاقات كل اللاعبين، اهم اللاعبين اللي نزل في الباكج، واقول لك مين الاحسن انك تجيبه في الحساب ومين لا على حسب تشكيلتك. قبل ما ابدا لايك شير الفيديو، حط اشتراك في القناه وفعل زر الجرس. يلا بينا نخش في الفيديو. زي ما انت شايف هو دي الباكج اللي نزل معانا. الباكج مش اقوى حاجه، بس فيه لاعيبه مميزين جدا في الطاقات والريت بتاعهم. بس المشكله اللعبه بعد التحديث بقت فاضيه حرفيا. عملت حمله 50 كوين، تمام، فين الباقي يا كونامي؟ عايزين حملات تانية، عايزين كوينات تانية كتير. انا احداث الكوين مشفتهاش لحد الان، بس اعتقد فيها 100 كوين تقريبا يعني، او 50 كوين. بس برضك حمله مش حاجه، حمله تسجيل دخول زياده نازله بالجي بي. واللي يضايقك ان اسم التحديث السيطره على اللعبه. ما علينا، خلينا في موضوع الفيديو، ان احنا هنشوف مين اللاعب اللي يستاهل يخش تشكيلتك. ما انت شايف دلوقتي معانا رودري انكر مان نازل زي كل النسخ بتاعه، طاقاته جباره. وانا حاليا هوريك كل الريتات والمكسب بتاع اللعيبه. زي ما انت شايف دي طاقات رودري قدامك اهو، ماكسو 99، اللاعب بيوصل في تشكيله 99. تعال بقى نبص على الطاقات الرهيبه بتاعه. حرفيا انت لو معاك اي نسخه من رودري، النسخه ديت اجمل منها بكتير. تعال كده نبص على الطاقات بتاعها. خش اول حاجه على الدفاع. الوعي الدفاعي عنده 92، احتكاك دفاعي 94، قطع الكره 92، الشراسه 96. طاقات دفاعيه جباره الصراحه، بس مش اقوى طاقات دفاعيه بالنسبه لكل نسخه. في نسخ اقوى من كده بكتير، ملناش دعوه احنا بالنسخ بتاع الاغنياء، احنا خلينا في النسخ العاديه بتاعنا. ما انت شايف الطاقات بتاعه دفاعيه كلها فوق 90، فدي حاجه كويسه. نخش بقى على الطاقات الهجوميه والطاقات اللي يحتاجها في مركزه الدي ام اف. اول حاجه اللي كلنا هنبص عليها السرعه 72. السرعه مش اقوى حاجه ومش اقوى سرعه عنده، بس يعني ايه، النسخه 92 كان لاعب دي ام اف، سرعه ممتازه. تسرع مالناش دعوه بيه خالص. ما انت شايف بقى قوه في الركل 92، القفز جامب بتاعه 71، التحام جسدي 83، وقوه تحمل 90. يعني حرفيا بنسبه كبيره الالتحامات الهوائيه هيكسبها. نخش بقى على الطاقات الباقيه بتاعه، الطاقات الجباره. عنده الوعي الهجومي 66، مش هيحتاجه، لاعب دي ام اف مالناش دعوه بالوعي الهجومي. التحكم في الكره 85، المفروض يبقى اعلى من كده بشويه، لانه لاعب دي ام اف المفروض يحتاج التحكم بالكره كتير، بس ايه 85 مش وحش. مراوغه 76، استحواذ مساحات ضيقه 89، وتمريرات منخفضه 86، وتمريرات مرتفعه 83. يعني سروهات، باصات، اللاعب هيبقى متكامل في الدي ام اف. رأسية 79، بنسبة كبيرة هيطلع برضو ايه في الركنيات. يعني فلاعب متكامل الصراحة، النسخة ديت متكاملة من رودري. ندخل بقى على اللاعب التاني بعد ما خلصنا رودري، اللي هو ديجو كوستا، الحارس ماكسو 97. الحارس ده مش اقوى حاجة، فانا عايز اقول لك لو انت حسابك ضعيف لسه بادئ، حرفيا هيفيدك كتير. بس لو انت حسابك حساب عادي مش محتاجه، انت لو معاك نسخة اليسون، نسخة الجي بي، يبقى افضل منه بكتير. استعرض برضك معاكم الطاقات عشان متقوليش ان انا ما قلتلكش غير على رودري بس. ما انت شايف الطاقات بتاعه حلو قوي. عنده الوعي حارس المرمى 90، عنده امساك حارس المرمى 85، الكاتش بتاعه حلو قوي احسن من حراس كتير اصلا. عنده الصد بقى 87، مش اقوى حاجه، بس زي ما انا قلت لك لو معاك اليسون نسخه الجي بي افضل منه بمراحل، فما انصحكش بيه. عنده ردود افعال حارس المرمى دي اللي بتميزه كتير برضك 92، حرفيا دي من اكتر الحاجات اللي بتميزه. وعنده بلوغ حارس المرمى 85. دي خلصنا كام طاقات الحراسه. تعال بقى اوريك على الطاقات الباقيه اللي هي الجامب والحاجات اللي انت هتحتاجها برضو في الحراسه. الطاقات بقى الباقيه بتاعه اللي هي قوه في الركل 79، عنده الجامب 83، ده حاجه حلوه مش افضل حاجه بس حلو. تحمل جسدي 72، ممتاز برضك بالنسبه لحارس مرمى. فحرفيا هو حارس متكامل، بس لو انت حسابك ضعيف، حسابك مش ضعيف، ما انصحكش تجيبه نهائي. زي ما انت شايف بعد ما وريتك الطاقات، اللاعب اللي انا هجيبه هو رودري. افضل حاجه في الباك ديت هو رودري، حرفيا هو اقوى لاعب، وبديهي جدا ان الكل هيجيبه، محدش يروح يتهور يجيب اللاعب السي بي المدافع او يجيب حارس المرمى. زي ما انا قلت لك، وريت لك الطاقات وانت شوف، وعلى حسب تشكيلتك اختار. انا موريك الطاقات، ما انت شايف كده. انا معايا تطويره من رودري، تطويره حلوه جدا، بس انا حاليا هطورها اوتو، وهبقى انزلها لكم في فيديو شورتس او على المنتدى واقول لك التطويره ديت. ما انت شايف كده، انا غير تشكيله خلاها 4 2 1 3 عشان احطه جنب ديكلان رايس، عشان النسخه دي من ديكلان رايس نسخه جباره، حرفيا ما تطلعش من التشكيله عندي. هخش كده اجيب رودري، احط اعمل له تطوير الاوتو. اول حاجه اديله النقاط بتاعه، اديله طاقات التطوير اللي هو عايزها، بعدين اديله التطوير الاوتو. صدقني اللاعب هيفرق معاك جامد في التشكيله. الحلو كمان ان الاسلوب بتاعه انكر مان، واسلوب ديكلان رايس عندي بوكس تو بوكس، يعني الاتنين هيبقوا متكاملين مع بعض. فعشان كده انا
بفضل العب الاتنين جنب بعض والعب بخطة 4-2-1-3 مش 4-1-2-3. ما انت شايف كده. روح دلوقتي شوف الطاقات بتاعه اللي انا هوريها لك هناك. عنده البول كنترول 85، عنده البوزيشن 89، اللو باس 86، اللوفت باس 83، الهيدنج 79. الطاقات الدفاعية كلها فوق 90، يعني زي ما انت شايف كلها فوق 90 طاقات دفاعية، ودي حاجة برضه بتميزه. عنده كويك باور 92، عنده بقى مهارات زي السول كنترول، وعنده حاجات تانية كتير حلوة. وزي ما انت شايف دي كان فيديو النهارده وقلت لك الطاقات، وانت تختار على حسب اللاعب اللي انت عايزه. وانا بالنسبه لي كان افضل لاعب في الباكج هو رودري، فطبيعي ان انا اجيب رودري. فبس دي كان فيديو النهارده. ما تنساش لايك شير الفيديو، واشترك في القناه وفعل زر الجرس. اشوفك الفيديو الجاي بصحه وسلامه. سلام.